بإذن الله متوقعة كل خير. هو أنا دايما بس بتعامل بمبدأ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فطول الوقت بتعامل إنه يا رب، بدعي إنه يا ربي ربنا يبلغني الحج، ربنا يبلغني حتى العمرة، لو حتى بعد كام يوم ربنا يبلغني العمرة، لأنه محدش عارف النفس اللي طالع داخل تاني ولا لا. يعني تفائلوا بالخير تجدوه. طبعا وزارة الحج والعمرة في السعودية بيعملوا مجهودات رهيبة، يعني ما شاء الله. يقولك ايه، العمل على قدم وساق، ما بيهزروش في الموضوع ده، هم جادين جدا في كل ما يخدم الحجاج والمعتمرين، والنظام هناك ما شاء الله محافظين عليه، والنظافة وكل شيء. لكن الزحام يعني بيبقى رهيب. في نفس الوقت مهما كانت الدنيا زحمة تحسي انه في عناية كده بتحيطك. يعني احيانا تبقي شايفة المنظر من التلفزيون تترعبي، وانتي في قلب المنظر ده جوه تحسي ان الدنيا فاضية من حواليكي. ازاي؟ معرفش. يعني ساعات الواحد وهو بيطوف يبقى خايف اصلا يحط رجله، خايف من المنظر غريب، ناس ماشية ما بتتحركش، وسبحان الله تحسي ان الدنيا اتفتحت لك كده وانتي ماشية. ازاي؟ انا معرفش. دي عناية إلهية بحتة. ما تعرفيش ربنا سبحانه وتعالى بيوسع الطرق ازاي وبييسر ازاي. واحيانا تلاقي نسمة هوا في عز الحر، جت منين؟ حصل ايه؟ الله اعلم.